يو السلام عليكم. الانسان البدائي واللي هذا مصطلح فريمون سمعنا به ملي كنا صغار، حنا طالعين به نتفرجوا في الرسوم في الافلام في كل مكان، حنا نشوفوا هذا الانسان البدائي. بصح اسكو جاتك في مخك كاش نهار باش تقول هذه كان منها ولا لا؟ اليوم جاكم المحقق الذكي باش يقول لكم اسكو كان منها ولا ما كانش. خليكم مع الفيديو. يقول لك العلماء لو كانت تولي شويه بزاف في الزمن تلقى باللي الانسان كان عايش كيما البهائم، انسبيرا من الحيوانات، يصيد وياكل كيفهم، ياكل لحم خضر، ما كانش يلبس قاش خضر تو سامبلومون، ما كان يشوف حيوانات بلا قش، اون بليس دو سا كان يعيش في الكهوف ما يعرف والو. ومور فترة طويلة بزاف أعظم اكتشاف داره الإنسان واللي هو النار. وهذا كل شيء من هذاك الفكر الإلحادي اللي هذاك داروين ولا مش عارف اسمه، اللي قال لك الإنسان بدأ يتطور ومنا كان كالقرد تعرفوا نظرية التطور الخطيرة. هذاك الشيء هنايا ما ندخلش فيها، خليها بعيد، نفوتوا غير الجانب الديني تاعنا. الدين عندها رأي آخر. لو كان نوليو لسورة البقرة وتحديدا في قصة سيدنا آدم عليه السلام، تلقى باللي الله قال له وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نجي نشوفوا في المعنى تاع الآية، نلقاو باللي ربي هنا كان يبين الفضل تاع الإنسان، كان يبينه قدام الملائكة باللي عندها علم وتفكير، ماشي مخلوق جاهل. في التفسيرات اللي داروهم العلماء تلقاهم قال لك باللي لازم ربي علمه زعما هذا جبل، هذه شجرة، هذا ما، هذه هاك، علمها غير الأسماء. كاين علماء واحد اخرين قالوا لك باللي ماشي معناها هي أن زعما يعرف أسماء تاع هذا جبل وهذه شجرة وهذه من نو كان عنده معرفة وفكر ويعرف يعبر ويعرف يدير علاقات سمع ليش تلقى حيوان يعرف يهدر ويتواصل ويدير علاقات فهذه تلقى باللي ربي زعما ماشي كان خالق سيدنا آدم وحواء وسيدتنا حواء لكم هكا في الارض هكا يجوبوا ويهموا هما يكتشفوا وحدهم. ربي ديجا كان عطي له علوم، وانسان يزيد يكتشف بهذا، ولكن ربي ديجا كان عطي له علوم اللي يساعدوه كيفاش يتصرف في الارض، وكان معلم بزاف صوالح. منها بدات العلوم تنتشر هكا، كان يعلم ولاده يعلم ولادهم وبدات تنتشر. مانيش نقول لك بلي الانسان كان يعرف كل شيء، كان يعرف، ما كانش جاهل وما يعرف والو كما يقولوا، كان يعتمد على التفكير وتجربة ومنها يكتشف ويطلع صوالح. وربي كان يبعث أنبياء يعلموا الناس في حياتهم، كما سيدنا إدريس كان خياط سما هكا، غادي يكون كاين بزاف لي موديل تاع القش، وهكا ننفيو بلي الانسان كان عريان. اون بليس دو سا ربي كاع كيخلق سيدنا ادم في الجنه ستره، وكيبغى يعاقبه لا هذاك الستر وخلاها هكا كشف له العوره تاعها باش يعرف بلي هذه حاجه عيب الا كسروها. موراها بداو يجيو واحد الفترات اللي ما كانش كاين انبياء ورسل، الناس ما كانوش يطوروا بزاف، ولكن كل ما كانوا يضلوا ولا صديق واش يصرا ربي كان يصيفط انبياء هذوك ما كانوش يعلمهم غير الدين وكاع، كان يعلمهم كيفاش يديروا، كيفاش يتعاملوا مع الحياه، كيفاش يتطوروا، كيفاش يبنيو حوايج جدد صديقهم باش ما يقعدوش في هذيك النقطه اللي كانوا فيها. وهنا يجي هذوك اللي امنوا بالفلسفه ومنا وسمعوا لديكارت وافلاطون وما نعرفش بالفلسفه، انا ما نعرفهمش، بس بغا يقول لك منا وكيفاش جاو اللغات عاد نجاوبك صاحبي معاك المحقق الذكي واش بك. كي نعاودو نوليو التفسير تاع الايه اللي رانا مبني عليها الفيديو، تلقى علماء يقول لك ربي علم ادم اللغه والكلمات، ما مش عارفين السر واش هي اللغه الاصليه تاع ادم. كان يقول لك العربيه، كان يقول لك السريانيه بصح، كان يقول لك ثاني بلي عنده لغه تاع سبيسيال، ومنها بدات تفرع اللغات. مرتو فانت سيدنا نوح، مور ما أبدت البشرية ونجا غير اللي كان معنا سيدنا نوح، بداو البشر ينتشروا باش عاودوا يعمروا الارض، وبدات الالسنه تاعهم تختلف تدريجيا على حسب العوامل والبيئات اللي يكونوا فيهم. وهذه تولي ايه من ايات الله في خلقه. الله ذكرنا في هذه الايه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهذه باش يكون فما اختلاف شويه، ما يكونوش كاع كيف ايماجينيش قاعدنا نفس اللغه شويه بزاف صامته، شويه بزاف صامته. انا ما اقتنعتوش، غير شوف غير في المنطقه تاعك ماشي كاع يهضروا كيف حومه كوبلي، ماشي كاع يهضروا كيف، تلقى على الاقل تلقى واحد مبدل شويه اللهجه تاعه ولا يهضر بفاصون كاع واحده اخرى. ما عجبتكش هذه؟ شوف بلاصه اللي راك تخدم فيها ولا تقرا فيها ماشي كاع نهضروا كيف الاستاذ اللي قراك ما يكونش يقرا كيف الجزائر تاعنا راه فيها شحال من ولايه، كل ولايه راه عندها لهجه
المهم هكا راك مقتنع. المهم بعد فترات طويله بداو يجيو انبياء واحد اخرين، وربي كان زفت معهم رسائل باش يعلموا الناس، والناس بداو يتعلموا يطوروا صديق خطره واش يتعلموا، وحتى وصلنا لدين الاسلام. وموراها باش صرات بومبا في التطور والتعلم، تخرجوا فلاسفه، كتاب، اختراعات، خدموا ساعة، خدموا نواظر، خدموا كاميرا، خدموا بزاف صوالح. ومنها بدات تطور وبدات الدنيا تسقد حتى وصلنا فعلا دروك كاين ناطحات سحاب، عندنا طيارات، عندنا سيارات، عندنا هذا هو. زيد تقول لي انسان جاب حاجه غير من عقله. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تخبطونا بلايك سبسكرايب وعطونا الراي تاعكم، اسكو راكم على يدي الاولى ولا راكم على يدي الزوجه. وصاي هنا ما كان، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.